انا خلاص طبقت المبادئ بتاعه الطريقه الانجليزيه في رص قوالب الطوب، بس فجاه وانا في الموقع لقيت ان في اديه في المدماج بتاع الشناوي، واحنا ما قلناش ان يبقى في اديه. طيب ده بقى ليه بيظهر عندي اديه؟ بكل بساطة لو أنا مثلا عندي غرفة 4 متر والتانية 4 متر 10، ال4 متر لما جيت أرصها بالطريقة الإنجليزية خلاص الدنيا بقت تمام وطبقت الشروط وكله تمام. طيب المفروض بقى ال4 متر 10، ال10 سنتي دول هيروحوا فين؟ هعمل بيهم ايه؟ طبعا بديهي ان انا بلاقي فيه فراغ. طيب هنعمل ايه بقى في الفراغ ده؟ المفروض ان انا اكسر طوبة، جزء يعني من الطوبة على قد الفراغ بتاعي واحطها. ساعات ما بنعملش كده واحط ادية. فانت ممكن تلاقي ان ادية ظهرت عندك في المدماج بتاعك وهو ده مش مكانها، يعني احنا ما حطيناهاش في المبادئ بتاعتنا، بس انا اللي بيحكمني دلوقتي طول الحائط بتاعي. فهنا بيظهر معايا الادية، بدل ما تقعد تحط كسر طوب فطبعا ده بيكون اقوى. فبنسميها بقى تقوية للحائط، بنسميها رباط، بنسميها تعظيم. في حاجة تانية اسمها تقسيط المونة. البنا بيقسط المونة بحيث ان هو الحائط كله يكون عنده مكتمل، طبعا ما يكونش فيه فراغات. فانا عندي المونة المفروض من 1 سنتي ل2 سنتي. فطبعا البنا بيكون حسب حساباته وحسب مقاس الطوبة بتاعه. وبنعمل المونة من 1 سنتي ل2 سنتي بحيث ان انا في الاخر الجدار كله يكون كامل معايا ومظبوط. فطبعا الحاجات دي بتظهر معايا وقت الشغل وقت الموقع.